23 نوفمبر، مجموعة من 5 قراصنة صوماليين مسلحين تسليح تقيل لسه راكبين على سفينة MV سنترال بارك، سفينة ناقلة مواد كيميائية ماشية في خليج عدن. القراصنة حاسين بالثقة ومسيطرين على الوضع. هم فاكرين إنهم على وشك يحققوا مكسب كبير أوي. هم غلطانين، وفي الدقايق اللي جاية هيكتشفوا حجم الغلطة الكبيرة اللي عملوها. مع بداية انتشار خبر اختطاف سنترال بارك، رد فعل أغلب العالم كان صدمة وحيرة، لأن عصر القرصنة الصومالية كان المفروض انتهى. هو فعلا انتهى من أكثر من 10 سنين. ما بين 2008 و2012 القرصنة قبالة سواحل القرن الإفريقي وصلت لأعلى مستوياتها. صور الوقت ده لا تنسى. تقارير الأخبار كانت دايما مليانة بقصص عن ناقلات النفط ومراكب الصيد وسفن المواد الكيماوية اللي كان بيستولي عليها شباب صوماليين، غالبا معاهم بنادق AK-47 وقاذفات RPG. القراصنة كانوا بيستخدموا قوارب سريعة صغيرة عشان يلحقوا أهدافهم بسرعة، وكانوا بيطلعوا على السفن بخطاطيف وحبال وسلالم قبل ما ياخدوا الطواقم رهائن ويطلبوا فدية بجرأة. ومع مرور السنين عملياتهم اتوسعت سواء في النطاق أو الحجم. عدد الحوادث وصل لمستوى عالي جدا، تقريبا 300 عملية اختطاف بحلول سنة 2011. ومياه خليج عدن وبحر العرب وحتى أجزاء من المحيط الهندي بقت أكثر خطورة مع زيادة جرأة وطمع طواقم القراصنة. شركات الشحن بدأت تلجأ لإجراءات يائسة أكثر عشان تحمي سفنها، زي إنها تأمر القباطنة يزودوا السرعة وهم قريبين من الصومان، وبتوظف حراس مسلحين خاصين للتمركز على ظهر السفن. وكمان كانوا بيغطوا جوانب السفن بسلك شائك عشان يصعبوا على القراصنة إنهم يركبوا السفينة. الطرق دي نفعت بس لحد معين، الهجمات فضلت مستمرة، والقراصنة كانوا بيكسبوا ملايين الدولارات لنفسهم وللعشائر اللي بينتموا ليها وللداعمين المشبوهين بتوعهم. في إبريل 2011 حققوا رقم قياسي عالمي لأكبر فدية دفعت في التاريخ، بعد ما دفعت مبلغ ضخم قدره 13.5 مليون دولار عشان يفرجوا عن ناقلة نفط خام ضخمة جدا كانت رافعة علم اليونان، أو زي ما بسموها VLCC، وطاقمها اللي كان مكون من 25 فرد واللي كانوا محتجزين كرهائن لمدة 58 يوم. السفينة كانت شايلة 2 مليون برميل نفط قيمتهم حوالي 200 مليون دولار، وده يوضح جزئيا ليه تم دفع فدية كبيرة زي دي في الآخر. بس كان واضح إن الحوادث دي ما ينفعش تفضل بتحصل كل شوية. العالم ما قدرش يقعد يتفرج ويسيب القراصنة يحققوا مكاسب للأبد، فقرر يدفع بقوات كبيرة. في عرض شبه غير مسبوق من التعاون الدولي شاركت دول كتير، منهم الولايات المتحدة، الصين، الهند، اليابان، روسيا، وكمان أعضاء كتير من الاتحاد الأوروبي. أسسوا دوريات بحرية في كل المنطقة، وبعتوا سفن حربية ومدمرات وقوارب دورية، وحولوا خليج عدن من ملعب للقراصنة لواحد من أكثر الممرات المائية المحروسة في العالم. ونجحت الخطة وانتهى العصر الذهبي للقراصنة، ومع مرور السنين عدد الهجمات أو حتى محاولات الهجوم بقى صفر، وفضل الوضع كده لعدة سنين. كان شكل المشكلة اتحلت، لكن في الحقيقة هي بس اتحطت على الرف. القراصنة ما تشروش من الصورة، هم كانوا بس مستنين وقتهم ومستنين الأحداث تتجمع عشان يقدروا يرجعوا تاني. وفي أوائل العشرينات من القرن 21 الظروف كلها اتجمعت لصالحهم. بدأت الفوضى تنتشر في الشرق الأوسط، ووصلت لذروتها في أواخر 2023 مع هجوم حماس يوم 7 أكتوبر وبداية حرب غزة. ومع تدهور الوضع القوى الكبرى في العالم بدأت تركز أكتر على الأزمة اللي بتحصل، وقلقهم من هجمات القراصنة اتأجل وبقى مش أولوية. بدأت الدوريات البحرية تقل لما السفن الحربية وغيرها اتنقلت أو اتلقت أوامر جديدة، وبدأ القراصنة الصوماليين يطلعوا من مخابئهم، ولما حسوا إن في فرصة يقدروا يستغلوها رجعوا للبحر تاني. وفي سنة 2023 بدأت المخاوف تظهر إن عصر جديد تماما من القرصنة الصومالية ممكن يبدأ. في نوفمبر 2023 المخاوف دي اتحققت، والعالم أدرك إن أيام القراصنة الصوماليين لسه مخلصتش. في النهاية التاريخ ورانا إنه القراصنة الصوماليين مش بيركبوا السفن بشكل عشوائي ولا بيخطفوا أول سفينة تقابلهم. هم انتهازيين لحد ما، لكن كمان أساليبهم محسوبة، بيختاروا أهدافهم بعناية، وغالبا بيستهدفوا السفن اللي بطيئة من غير دفاع وقيمتها عالية. علشان يسهل عليهم يركبوا السفينة، يسيطروا على الطاقم ويطلبوا فدية ضخمة. وفي يوم 23 نوفمبر ظهر قدامهم هدف شكله مثالي، السفينة M في سنترال بارك، طولها 475 قدم وعرضها 78 قدم بحمولة إجمالية 12,145 طن. السفينة الضخمة دي اتبنت في اليابان سنة 2015،
وكانت رافعة علم ليبيريا، لكن في الحقيقة كانت مملوكة لشركة زودياك مارايتام اللي مقرها في لندن. شركة شحن ضخمة بيرأسها الملياردير الإسرائيلي إلياس أوفر اللي بيقال إنه صافي ثروته أكثر من 33 مليار دولار. السفن زي دي عادة سرعتها القصوى حوالي 16 عقدة، يعني تقريبا 80 ميل في الساعة. كان على متن السفينة سنترال بارك في اليوم ده 22 بحار من جنسيات مختلفة، منهم بلغاريا، جورجيا، الهند، روسيا، تركيا، فيتنام والفلبين. السفينة كانت بتنقل كمية ضخمة من حمض الفوسفوريك، وده حمض شديد التآكل، لكنه كمان مفيد جدا وليه استخدامات متعددة، زي استخدامه في الأسمدة وكإضافة غذائية، وكمان له استخدامات كتير في صناعة الأدوية. بالنسبة للقراصنة، سفينة سنترال بارك كانت مناسبة لهم من كل النواحي. كانت بطيئة وده خلاهم يقدروا يلحقوها بسهولة بقواربهم السريعة، وكان عليها طاقم مدني صغير نسبيا، وما فيش أي حراس مسلحين على السفينة، وكانت شايلة حمولة قيمتها عالية كفاية تخليهم يطلبوا فدية بملايين الدولارات. وكمان الحمولة كانت خطيرة جدا ولازم يتعاملوا معاها بحذر، وده معناه ان الطاقم مش هيحاول يعمل اي مناورات خطيرة او اي حاجة ممكن تسبب تسريب او انسكاب. وكانت السفينة هناك بالضبط على بعد كم عشرات اميال بس من سواحل الصومال، ماشية في الممر الدولي الموصى بيه ومستنية حد يستولي عليها، وما فيش أي سفن حربية غربية أو فرقاطات تابعة للناتو في المنطقة عشان تحميها. دي كانت فرصة ما قدروش يضيعوها. هما ما كانوش مهتمين بحمض الفوسفوريك ولا بأي حمولة تانية كانت على السفينة، مش كأنهم يقدروا يسرقوه ويبيعوه في السوق السوداء. بالنسبة ليهم الهدف من عملية القرصنة كان الطاقم. كل اللي كان عليهم يعملوه زي ما عملوا كتير قبل كده هو ياخدوا الطاقم رهائن ويحولوا السفينة لسجن عايم، ومن هناك كل يوم يعدي كان هيزود الضغط أكتر وأكتر على المسؤولين عن السفينة والناس اللي على متنها، شركات الشحن وشركات التأمين والحكومات. عائلات الرهائن كانوا حيتكلموا مع الإعلام ويتوسلوا لعودة أحبائهم سالمين، ولو كل حاجة مشيت زي ما هم مخططين الناس اللي في السلطة في الآخر حيرضخوا لمطالب القراصنة. فبالنسبة للقراصنة نجاح وفشل الهجوم كان بيعتمد على أنهم يلاقوا الطاقم ويخضعوه بأسرع وقت ممكن، بس ده كان في 2023 مش 2008. وبعد مئات هجمات القراصنة اللي حصلت قبل كده، أطقم السفن دلوقتي مدربة تتعامل مع المواقف دي بطريقة معينة جدا، مش عن طريق المقاومة أو محاولة يكونوا أبطال. دول مش جنود في الآخر، دول مدنيين، بحارة، مهندسين وملاحين. بدل كده ادانهم تعليمات بسيطة واحدة بس: اجري واستخبي أول ما تلاحظ أي علامة خطر. أطقم ناقلات النفط دلوقتي المفروض يروحوا للأماكن الآمنة على السفينة اللي معروفة باسم القلاع، ومن هناك يقدروا يطلبوا النجدة ويستحملوا لحد ما المساعدة توصل. هي خطة بسيطة بس ذكية، لأنه حتى لو القراصنة قدروا يطلعوا على السفينة ويسيطروا على السطح مش هيقدروا يكونوا في موقف قوة حقيقي لو مش قادرين يوصلوا للطاقم. وفي يوم 26 نوفمبر الاستراتيجية دي كانت هتتعرض لأصعب اختبار. الساعة قربت تبقى 6 الصبح، الفجر طلع والشمس بتطلع فوق الأفق، والقراصنة بيجروا بسرعة ناحية هدفهم. القوارب بتاعتهم بسهولة بتوصل لسرعات حوالي 25 عقدة، يعني تقريبا 29 ميل في الساعة. فملاحقة ناقلة سنترال بارك اللي بتتحرك ببطء مقارنة بيهم مش تحدي خالص. أول ما وصلوا جنب السفينة ضخمة، القراصنة المسلحين استخدموا خطاطيف التسلج والسلالم الحبل عشان يطلعوا على سطح السفينة، وهم ماسكين بنادق الكلاشينكوف في ايديهم بيتجهوا ناحية جسر القيادة. هم عارفين ان الدقايق جاية حاسمة، هنا بيتحدد كل حاجة، يا يكسبوا يا يخسروا. دي اللحظة الفاصلة اللي بتعتمد عليها العملية كلها. لازم يلاقوا الطاقم قبل ما يكون عندهم فرصة يستخبوا. طول ما يقدروا يعملوا كده كل جزء تاني من اللغز هيتحلل لوحده والمفاوضات هتبدأ. ممكن ياخد أيام أو أسابيع أو حتى شهور عشان القراصنة يوصلوا للي عايزينه، بس مع حوالي 24 رهينة وكمان حمولة كيماويات غالية جدا ممكن يطلعوا من العملية دي ومعاهم ملايين الدولارات. بس لما اقتحموا جسر القيادة القراصنة تفاجئوا بحاجة مش متوقعة ومش مرغوب فيها: الكابينة فاضية والطاقم مش موجود في أي مكان. لأنه اللي القراصنة ما كانوش يعرفوه إنه سفينة سنترال بارك شافتهم وهم جايين، وأول ما ظهر أي علامة خطر القبطان التركي للسفينة بدأ ينفذ البروتوكول اللي اتدرب عليه. حوالي الساعة 6 الصبح، وأثناء ما القراصنة كانوا بيجروا ناحية النائلة، هو ضغط على جهاز نداء الاستغاثة الآلي للسفينة، وبدأ يبث نداء استغاثة هاجل على الترددات العسكرية يبلغ أي سفن صديقة في المنطقة إن سنترال بارك تتعرض لهجوم. وفي الدقائق اللي بعدها الكابتن وطاقمه جريوا على الطوابق السفلية وقفلوا نفسهم جوا الغرفة الآمنة. كتير من السفن التجارية الحديثة فيها غرف أمان مخصصة زي دي، وغالبا بتكون قريبة جدا من غرفة المحركات في آخر ممرات متعرجة زي المتاهة اللي الطاقم حافظها كويس، لكن بتكون محيرة جدا لأي حد غريب بيحاول يقتحم السفينة. القلعة دي مكان البحارة يقدروا يستخبوا فيه في المواقف الخطيرة زي محاولات القرصنة،
جدرانها سميكة وأبوابها مدعمة. الغرف دي غالبا بيكون فيها أجهزة راديو أو تليفونات ساتلايت بتخلي الطاقم يقدر يطلب المساعدة، وكمان بيكون فيها أكل ومية وإمدادات طبية تكفيهم يعيشوا أيام، وفيها إضاءة طوارئ وأنظمة تهوية علشان الراحة. بعض الغرف دي فيها كمان أدوات تحكم في أجزاء مختلفة من السفينة، وده بيسمح للطاقم يوقفوا المحركات ويمنعوا القراصنة من أنهم ياخدوا السفينة بسهولة لأي ميناء من موانيهم. وكمان كتير منها فيها شاشات عرض متوصلة بكاميرات في كل السفينة، وده بيسمح للطاقم يتابعوا أماكن القراصنة في أي وقت. الغرف دي تثبت أنها من أكثر وسائل مكافحة القرصنة فعالية، وفي يوم 26 نوفمبر 22 فرد من طاقم سفينة سنترال بارك بيعتمدوا على غرفتهم دي عشان يحافظوا على نفسهم، وقفلوا على نفسهم جواها وفضلوا يبعتوا نداءات استغاثة على أمل إن حد من القوات العسكرية الكتير اللي بتقوم بدوريات مكافحة القراصنة بقالها 10 سنين يسمعهم ويساعدهم. وفي نفس الوقت في الأدوار اللي فوق القراصنة انتشروا وبدأوا يدوروا على أي علامة تدل على وجود حد. بدأوا يتوتروا لما اكتشفوا إن في عد تنازلي بدأ يشتغل. مع كل دقيقة بتعدي فرص نجاحهم بتقل أكتر وأكتر، وحالتهم على وشك إنها تتدهور أكتر للأسوأ، لأنه في سفينة قريبة استقبلت نداء الاستغاثة من سنترال بارك، ومش أي سفينة عادية، دي واحدة من أقوى السفن الحربية في العالم، USS ميسون، مدمرة صواريخ موجهة مزودة بنظام إيجيس من فئة إيرلي بيرك، ومعاها قوة نارية تكفي تمسح أسطول القراصنة كامل في لحظة، وهي جاية عليهم على طول. أول ما طاقم الميسون سمعوا النداء بدأوا يتحركوا فوراً. محركات التوربينات الغازية الضخمة بتاعت المدمرة بدأت تشتغل بقوة، ودفعت السفينة اللي طولها 509 قدم ناحية موقع الاختطاف بسرعة أكثر من 30 عقدة، يعني حوالي 35 ميل في الساعة. على متن سفينة الشحن أفراد الطاقم لسه مستخبيين وبيتمنوا محدش يلاقيهم. القراصنة ماشيين في الممرات وبينادوا على البحارة عشان يطلعوا، وبدأوا يتعصبوا أكتر وأكتر. كل غرفة فاضية وكل ممر بيودي لطريق مسدود تاني. الثواني اللي مليانة توتر بتتحول لدقايق، والقراصنة تقريبا حاسين إن المكافأة اللي ب$1,000,000 بتضيع من قدام عنيهم. وبعدين اللي كان متوقع بيحصل. الميسون ومعاها مجموعة صغيرة من السفن الحليفة والطائرات التابعة لقوة التحالف لمكافحة القرصنة بيوصلوا للمكان. دي سفينة معمولة للحرب، هي بتفتخر بمدفع مدفعي مارك 45 مود 4، سمكه 5 بوصة، ونظام سلاح فالانكس قريب المدى عيار 20 ملم، و2 نظام رشاش مارك 38 عيار 25 ملم، و4 رشاشات عيار نص بوصة، و96 خلية صواريخ، وكمان مجموعة كاملة من صواريخ أرض جو وصواريخ مضادة للصواريخ البالستية وصواريخ كروز، وكمان مخزون من التوربيدات. للأسف كل الأسلحة دي ملهاش قيمة كبيرة في مواقف زي دي، مع أن الناس اللي بتتفرج من برا ممكن يتخيلوا أن البحرية الأمريكية تقدر تبعث مدمرة مسلحة تقيلة وتفجر القراصنة بالقوة. السيناريوهات اللي زي أفلام الأكشن دي مش موجودة في الواقع. السفينة M في سنترال بارك ما كانتش سفينة حربية للعدو، دي كانت سفينة مدنية شايلة كميات كبيرة من المواد الكيميائية الخطيرة. أي صاروخ أو قذيفة أو طلقة تتضرب على السفينة حتى لو بحذر ودقة كان فيه خطر يتسبب في إصابات للمدنيين، أو أزمة بيئية كبيرة لو أي من الحاويات الكيميائية تضررت. فلما وصلت السفينة ميسون لنفس المياه اللي فيها السفينة المخطوفة كان هدفها مش تدميرها لكن لإنقاذها. علشان كده الجيش الأمريكي كان لازم يعتمد على تكتيك معين معروف باسم الزيارة، الصعود، التفتيش والمصادرة، أو اختصاراً VBSS. VBSS هو واحد من أصعب أنواع المهام اللي ممكن يطلب من أي فرد عسكري تنفيذها. زي ما الاختصار بيقول، الموضوع بيتضمن فرق بتروح للسفن المخطوفة، بيطلعوا عليها ويفتشوا عن المقاتلين الأعداء وياخدوا السيطرة منهم. لو الموضوع شكله بسيط هو مش كده خالص، في عوامل كتير جدا تدخل في الموضوع، وفي طرق لا حصر لها ممكن المهمات دي تفشل بيها. حتى مجرد الصعود على السفينة، السفن المتحركة اللي تحت سيطرة العدو ممكن تكون خطيرة جدا، وغالبا فرق الاقتحام توصل يا إما بطائرة هليكوبتر أو بمساعدة قواربهم السريعة. أول ما يوصلوا للسطح لازم يتحركوا جوا السفينة الضخمة ويفتشوا كل دور وكل أوضة وكل ممر. هم عارفين إن في مقاتلين مسلحين ممكن يكونوا مستخبيين ورا كل زاوية، لكن كمان عارفين إن في ناس أبرياء على السفينة محتاجين يتنقذوا. لازم يقدروا يفرقوا بين الاثنين، وده معناه إنهم ما ينفعش يدخلوا يضربوا نار عشوائي. بدل كده لازم ياخدوا وقتهم في تحليل كل علامة حياة ويميزوا بين الصديق والعدو قبل ما ياخدوا القرار الصح إذا كانوا هيفتحوا نار ولا هيساعدوا. ولازم يعملوا كل ده في الأماكن الضيقة والمقفولة، غالبا في الأدوار السفلية لسفن الشحن، واللي فيها أماكن كتير يقدر الأعداء يستخبوا فيها. في الحالات دي القراصنة بيكون ليهم الأفضلية، حتى لو كانوا غالبا مسلحين بأسلحة ومعدات بدائية أكتر بكتير، وما عندهمش نفس نوع التدريب العسكري أو الخبرة زي الجنود اللي بيطاردوهم. برضو عندهم المميزات المهمة، زي إنهم يقدروا يختبئوا في أماكن مخفية ويجهزوا فخاخ وكمائن
ويبدأوا بإطلاق النار على خصومهم. لو فريق VBSS بتاع ميسون كان هيسيطر على السنترال بارك، كانوا عارفين إن ده ممكن يكون خطر جدا ويكلفهم كتير. وأثناء ما السفينة الحربية الأمريكية بتقرب من السنترال بارك، البحرية الأمريكية بعتت رسالة للقراصنة إنهم لازم يتخلوا عن السيطرة على السفينة فوراً وإلا هيتحملوا العواقب. البحرية كانت بتأمل إن ده يكون كفاية يخوف الصوماليين ويخليهم يهربوا من غير ما يضطروا يعملوا عملية صعود وتفتيش وسيطرة صعبة. لحد اللحظة دي القراصنة لسه ما قدروش يمسكوا ولا فرد من الطاقم، وكلهم في أمان جوه غرفة الحماية. فرصتهم راحت عليهم خلاص. علشان تكون عملية الاختطاف دي ناجحة، كان لازم مش بس يسيطروا على السفينة، لكن كمان يمسكوا الطاقم. ساعتها بس كانوا هيبقوا عندهم القوة اللي محتاجينها علشان يطلبوا الفدية. ودلوقتي وهم بيبصوا على المية قدامهم وبيشوفوا سفينة حربية أمريكية قيمتها $1 مليار، فهموا إن مهمتهم اتغيرت بسرعة. أي خطط لأزمة رهائن طويلة راحت خلاص. الموضوع ما بقاش اختطاف، دي بقت مهمة هروب، ولازم يهربوا من المكان بأسرع ما يمكن. وسايبين الطوابق السفلية وبيجروا بسرعة للهواء الطلق. ال5 قراصنة المسلحين سابوا العملية بتاعتهم وجروا بسرعة على سور سفينة الشحن الكيماوي وركبوا قاربهم السريع. ضغطوا على دواسة البنزين للآخر وبيأملوا إن القارب السريع بتاعهم يكون كفاية عشان يخليهم يهربوا بسرعة. بس ده مش فيلم هوليوود، دي حياة حقيقية. وعلى الرغم إنه سرعة القارب السريع كانت ممكن تبقى كتير على النقلة الكبيرة، لكنها مش كفاية أبدا للهروب من مدمرة صاروخية أمريكية، خصوصاً وهي مدعومة بأسطول صغير من طيارات المراقبة العسكرية وحاجات تانية. ولما شافوا القراصنة بيحاولوا يهربوا، طاقم السفينة USS ميسون على طول بدلوا خطتهم من إنقاذ لعملية قبض عليهم. محركاتها القوية اشتغلت تاني بصوت عالي، وهي بتبدأ مطاردة بحرية بسرعة كبيرة لقارب القراصنة الصغير. الهدف الجديد اتحدد، لازم يوقفوا الصوماليين قبل ما يرجعوا للشاطئ. لو القراصنة كانوا هربوا تحت جنحة ظلام، كان ممكن ده يساعد فرصهم. سفينة زي بتاعتهم اللي صغيرة جدا لدرجة إنها بالكاد بتظهر على شاشات الرادار، كان ممكن تقدر تسرع وتختفي عن أنظار اللي بيطاردوهم، وتختفي فعلا في الليل. للأسف بالنسبة لهم المحاولة دي للهروب بتحصل في وضح النهار، والقراصنة عندهم أفضلية بسيطة جدا في البداية. باستخدام مجموعة من المراقبين والمساعدة الجوية وأنظمة الرادار الحديثة، الميسون بتتبع القارب الصغير من غير ما تفقدوا من عينها، وبتقرب منه أكتر مع كل دقيقة بتعدي. الصوماليين مش باين عليهم إنهم هيبطئوا أو هيسلموا نفسهم، فالكابتن بتاع الميسون قرر يصعد الموقف وأدى أمر بإطلاق سلسلة من طلقات التحذير. أسلحة المدمرة الثقيلة بدأت تضرب بدقة شديدة وبتصيب المية حوالين القارب الصغير، وبتوصل رسالة واضحة للناس اللي عليه: يا توقفوا وتعيشوا علشان تحكوا القصة، يا تخاطروا ويفجروا القارب بيكم لو رفضتوا. ولما القراصنة فهموا إنه ما عندهمش اختيار تاني، عملوا الحاجة الوحيدة اللي ينفع يعملوها، وقفوا القارب السريع ورفعوا ايديهم علامة على الاستسلام. بس زي ما هتشوف الخطر لسه ما انتهش. في خلال دقائق فريق صعود من البحرية كان في طريقه إلى القارب الصغير ويقبض على الصوماليين. اتصادرت أسلحتهم واتربطت ايديهم واتخذوا علشان يواجهوا عواقب أفعالهم. في خلال كام ساعة عملية القرصنة اللي كان شكلها هتخلي الرجالة دول يكسبوا ملايين الدولارات انتهت باعتقالهم. ما حدش اتصاب أو اتقتل، وبحارة السفينة سنترال بارك خرجوا من الملجأ بتاعهم من غير أي أذى. بس في مفاجأة درامية مستنية طاقم السفينة USS ميسون. اليوم كان باين عليه ناجح، سفينة اتنقذت وطاقم من القراصنة قبض عليهم وكل حاجة مشيت زي ما كان مخطط. لكن في خلال ساعات من العملية ظهر تهديد جديد وأخطر بكتير، مش جاي من الصومال في الجنوب لكن من اليمن في الشمال. هناك قوات الحوثي اكتشفت وجود السفينة الحربية الأمريكية في خليج عدن، وما كانش عندهم أي نية يسيبوها تعدي كده وخلاص. أطلقوا صاروخين باليستيين عاليين السرعة من موقع محتل داخل اليمن باتجاه كل من USS ميسون وسنترال بارك. شاشات الرادار في الميسون نورت وطلعت إشارات بتنبههم إن في تهديدات جاية عليهم. الدفاعات كانت جاهزة ومستعدة تتعامل مع صواريخ الحوثي، لكن لحسن الحظ ما احتاجوش يضربوا أي حاجة، وده اللي اكتشفوه. صواريخ الحوثي وقعت في المية على بعد حوالي 10 أميال بحرية من السفينة الحربية الأمريكية. لكن مجرد أنه الحوثيين ضربوا على سفينة أمريكية كان دليل واضح على قد ايه الوضع في الشرق الأوسط بيتدهور بسرعة، وقد ايه المكان ده بقى خطر. في يوم واحد بس سفينة أمريكية تدخلت في محاولة اختطاف، وجات صواريخ العدو على مسافة قريبة منها. حتى لو كانت الميسون كانت هتقدر تتعامل معهم، الكلام ده مش بينطبق على السفن التجارية والسفن المدنية اللي بتعدي في المنطقة. وفي اللحظة دي ظهرت واقع جديد ومخيف للسفن دي وطاقمها. مش بس بقوا محتاجين يخافوا من القراصنة من تاني، لكن كمان بقوا مضطرين يتعاملوا مع خطر الصواريخ الأسرع من الصوت اللي ممكن تنزل عليهم من السماء في أي لحظة، ومعاها قوة انفجار تكفي تحرق السفينة كلها وخمولتها في ثانية واحدة. من سنة أو 2 بس
كانت المنطقة كلها باين عليها أمان أكتر بكتير. كانوا فاكرين إن عصر القرصنة الصومالية انتهى، ومع أن التوترات كانت موجودة تحت السطح، لكن الشرق الأوسط ما كانش دخل في حالة الفوضى اللي احنا شايفينها دلوقتي. بس في أواخر 2023 كل حاجة اتقلبت فوق تحت، والمدمرات زي USS ميسون ما بقاش دورها دوريات بحرية هادية زي زمان. دلوقتي بقوا لازم يتعاملوا مع نداءات الاستغاثة، مهمات الإنقاذ، تتبع الصواريخ، مرافقة السفن التجارية، واعتراض الطيارات المسيرة، وكل ده في واحد من أكتر ممرات الشحن ازدحام في العالم. ده تذكير قاسي بمدى هشاشة الأمن البحري. أماكن بنفتكرها آمنة ومستقرة ممكن تنهار وتتغير أسرع بكتير مما نتخيل. ومش أزمة واحدة بس، لكن أكتر من أزمة ممكن تظهر فجأة من غير أي مقدمات. كل اللي محتاجينه هو الظروف المناسبة عشان يتحول مسطح مائي كامل لفخ موت حقيقي. ودائما هيكون في ناس سيئة، من قراصنة لإرهابيين، مستنيين يستغلوا المواقف دي لصالحهم. لكن قراصنة الصومال ما كانوش الوحيدين اللي حسوا بقوة الجيش الأمريكي السريعة والحاسمة. عشان تشوف ازاي أمريكا قبضت على رئيس فنزويلا في غارة سريعة استغرقت 2.5 ساعات. اضغط على الفيديو اللي قدامك دلوقتي وهشوفك في ساحة المعركة الجاية.